هديكي فلوس وهعملك كل اللي نفسك فيه، وبيت وعربية ونفوذ، بس انت سيبي جوزك وتعالي معايا. لا، أنا بنت المسيح وجسدي هيكل لله، ومش هسمح لحد إن هو ينجسه. عارف يعني ايه الجملة دي؟ يعني كانت ممكن تعيش، بس هي اختارت انها تموت وهي رافعة راسها. ماتت بس ما انكسرتش، ودخلت السما بطهرتها. والأغرب انه بعد 40 سنة جسدها لسه زي ما هو، كأنها نايمة بالظبط. ربنا حفظه عشان يكون شاهد على إيمانها. استنى معايا لآخر الفيديو، لأنك هتسمع تفاصيل تحرك قلبك، وهتحس انك واقف قدام قديسة من الزمن ده، واحدة زيها زينا، بس سبقتنا هي على السما. في وقت بقى فيه الطاهر بيضحكوا عليه والنضيف بيتقال عليه معقد، لسه في بنات ماشية عكس الدنيا. بنات قلبهم مش في الأرض، قلبهم فوق في السما، حتى لو التمن كان حياتهم. النهاردة هحكي لكم حكاية بنت كانت شبه الملاك، بنت عايشة بطهارة ونقاوة، وكان كل حلمها إنها تعيش لربنا وبس. اسمها سهام مقار. بنت قالت لأ لما كل الناس كانت بتقول قالت لأ للغلط، لأ للخوف، ولأ لأي حاجة ممكن تبعدها عن ربنا. بس رفضها ده كان تمنه غالي قوي. تعالوا نعرف مع بعض ازاي سهام فضلت ان هي تموت بس تفضل نقية وطاهرة. سهام كانت بنت بسيطة جدا من قلب مصر، من المنوفية، من قرية هادية اسمها زاوية رزين. اتربت في بيت بسيط جدا لكن مليان خوف ربنا. أهلها ناس طيبين بيحبوا ربنا قوي، وهي كمان كانت ماشية على نفس الطريق. من وهي صغيرة كانت بتحب الكنيسة قوي، تحب تحضر القداسات وهي فرحانة. صوت الترانيم كان بيفرح قلبها وبيريحه، والمزامير كانت بتلمس روحها. كانت دايما تقف تصلي، مش بكلام محفوظ، لأ، كانت بتتكلم مع ربنا كأنه صاحبها. كل اللي حواليها كانوا بيحكوا عنها كلام حلو قوي، إنها بنت هادية ومحترمة وطاهرة مؤدبة، وتحس كده إن في نور جواها. ما كانتش زي أي بنت، كانت مختلفة جدا، وده كان باين في كل تصرفاتها. دي بداية حكاية سهام، البنت اللي حبت ربنا بجد من كل قلبها، وعاشت له من غير ما تستنى حاجة في المقابل. زي أي بنت بسيطة، سهام كانت بتحاول تساعد أهلها، فاشتغلت علشان تخف عنهم الحمل شوية. كانت ماشية في حالها، لا ليها في مشاكل ولا بتحب تلفت نظر حد. لبسها كان محتشم جدا، كلامها كان موزون، وتصرفاتها كلها وقار واحترام. ما كانتش من النوع اللي بيتكلم كتير، بس لو فتحت بقها تطلع الكلمة الحلوة وبس. وشها كان دايما منور، نور من ربنا، ما كانتش محتاجة ولا مكياج ولا تلميع ولا أي حاجة. واللي يشوفها يحس بسلام، ويحس إنه قدام بنت عايشة فعلا مع ربنا. ولما كبرت سهام وخلصت تعليمها، اتجوزت سنة 1980. جوزها كان مهندس وشغله كان في العراق، فسافرت معاه على طول عشان ظروف شغله هناك. وكانت فعلا جميلة جدا، جمالها كان لافت للنظر. وفي مرة من المرات شافها واحد من كبار الضباط في نظام صدام حسين، وكان راجل من حزب البعث. أعجب بيها جدا، وقعد يحاول معاها بكل الطرق إن هو يستدرجها، وعدها بالفلوس والنفوذ وحياة مرفهة جدا، بس بشرط واحد، إنها تسيب جوزها وتسيب إيمانها. لكن سهام كانت أقوى من كل الإغراءات دي، رفضت بعزة نفس وقالت له: أنا بنت المسيح، وبيتي ونفسي مش للبيع. ابتدى يهددها يوم ورا التاني، لكن هي كانت كل يوم تصلي وتطلب من ربنا ثبات في الإيمان ضد الشر اللي حواليها. وفي يوم من الأيام وهي خارجة من بيتها، طلعت عليها عربية جاية بسرعة جدا ودهستها، وانتقلت روحها للسماء. جسدها وقع على الأرض، بس روحها طارت على السماء، ونالت إكليل الشهادة من إيدين يسوع نفسه، علشان فضلت أمينة وما باعتش نفسها ولا إيمانها
حتى لو كان التمن هو حياتها. في الليلة اللي استشهدت فيها سهام، أختها شافت رؤية غريبة جدا. بصت على القمر، لقت فيه صورة العذراء وجنبها صورة سهام، وشها منور زي الملاك. وتاني يوم جالهم الخبر الصعب، سهام نالت إكليل الشهادة في مايو سنة 1981، وسابت وراها سيرة عطرة وذكرى ما بتموتش. وعدت السنين، وجت بعدها في سنة 2008 لما كانوا بيجهزوا لدخول البابا شنودة لدير الأنبا شنودة في سوهاج، اضطروا وقتها إن هم ينقلوا مدافن العيلة علشان يعملوا توسعة في الدير. وأثناء نقل التوابيت كان في 2 رهبان بيشتغلوا، واحد اسمه أبونا موسى الشنودي وواحد تاني اسمه أبونا بيجول. وأبونا موسى لاحظ تابوت شكله مميز جدا وتقيل عن الباقي، ففتح الصندوق، وهنا كانت المفاجأة. لقى جسد الشهيدة سهام كامل، ما فيهوش أي تحلل، لا شعرها ولا رموشها ولا حتى ملمس جلدها، كأنها نايمة بالظبط. بس وشها كان منور. ربنا حفظها عشان كانت أمينة لحد آخر نفس، وسابها كعلامة لكل الناس إن اللي يفضل نقي السما دايما مفتوحة له. والكنيسة سمتها ولقبتها بشهيدة العفة والطهارة، لأنها اتقتلت وهي بتحمي أغلى حاجة عندها، كرامتها وطهارتها. وفي ناس كتير بتتبارك منها وبيطلبوا شفاعتها، وخصوصا البنات اللي بتواجه تجارب صعبة. سيرة الشهيدة سهام مش بس سيرة عادية ولا سيرة استشهاد، دي دعوة لينا كلنا، وفي رسالة لكل بنت بتقولك مش كل اللي بيقاوم الخطية ضعيف، أوقات المقاومة دي بتكون بطولة. ورسالة لكل شاب بتقوله احترم جسدك وافتكر ان في ناس ماتت عشان تفضل طاهرة. سهام بتقولكوا النهاردة ما تخافوش وما تتنازلوش، امشي صح حتى لو الطريق صعب، لأن السما مستنياك. خلي معايا وقول: يا رب يسوع المسيح، اديني قوة يا رب زي سهام، خليني يا رب أحبك من قلبي بجد، خليني يا رب أحفظ جسدي ليك انت وبس، خلي سيرتها تنور طريقنا وشفاعتها تكون لينا سند في أيام ضعفنا. بركة صلوات وشفاعة القديسة سهام تكون مع جميعنا أمين. لو عجبك الفيديو شاركه علشان صوت الشهيدة يوصل لناس أكتر، واشترك في القناة علشان تتابع كل قصص القديسين اللي غيروا التاريخ بحبهم للمسيح. هديك فلوس وهعملك كل اللي نفسك فيه، وبيت وعربية ونفوذ، بس انت سيبي جوزك وتعالي معايا. لا، أنا بنت المسيح وجسدي هيكل لله، ومش هسمح لحد إن هو ينجسه.